مباشرة تمام حمدون وأبرز لقطات الشوط الثاني. تفضل كابتن تمام. عن جديد مساء الخير اخي هيكل. طبعا 4 حالات اخترناها في الشوط الثاني، رصدناها في الشوط الثاني. كان اولها بدايه 48 هدف الترجي الثاني. هل كان هناك تسلل؟ نلاحظ من خلال اللعب كان الهدف صحيح. هلا بنشوف من خلال الاعاده الجانبيه هل كان اللاعب في موقف تسلل لحظه تمرير من الزميل. من خلال الاعاده نشوف وخلال ال 3 دي نعم لحظه اللعب هذا المدافع اخر ثاني مدافع هو اقرب الى خط المرمى، لا وجود للتسلل نهائيا والهدف صحيح وقرار مساعد باستمرار اللعب قرار صحيح. دقيقة 53 كان لدينا سقوط لمهاجم بنجردان داخل منطقة الجزاء، الحكم يأمر باستمرار اللعب. بنلاحظ من خلال هناك تلاحم وتنافس ومن ثم استمرت الكرة، الحكم يأمر باستمرار اللعب. من خلال الإعادة بنشوف هل كان هناك خطأ، هل كان يتوجب على الحكم إعلان عن ركلة جزاء. من خلال الإعادة من خلف المرمى يوضح لدينا الحالة بشكل تام. لاحظ الكرة في متناول اللاعبين، هناك تنافس وتلاحم طبيعي، لا وجود لأي خطأ، قرار استمرار اللعب قرار صحيح من الحكم ولا وجود لأي خطأ. كان في الدقيقة 57 أيضا سقوط مهاجم بنجردان داخل منطقة الجزاء، الحكم يأمر باستمرار اللعبة ثم الكرة تخرج ركلة مرمى. هل الحكم كان قريب جدا من الحالة؟ بنلاحظ نمشي فيها شوي لو سمحت. إن كان هناك خطأ فالخطأ موجود على مهاجم بنجردان، هو الذي يمسك من التيشيرت المدافع ولا وجود أي خطأ على المدافع، وقرار الحكم بركلة مرمى قرار صحيح. الحالة الأخيرة كانت طبعا دقيقة 60، هناك خطأ على مدافع بنجردان، طبعا الحكم يعلن عن ركلة حرة مباشرة، ولكن كان يستوجب على الحكم إشهار البطاقة الصفراء للاعب رقم 26 هو الذي قام لحظة الخطأ. نرجع للفيو الأساسي لو سمحت أخي محمد، ناخذ الفيو الأساسي نشوف هل هناك هجوم واعد. ناخذ من اللقطة الأولى لو سمحت. هل كان هجوم؟ طبعا هناك الخطأ موجود، هناك عملية دفع، لحظة الخطأ نعمل ستوب، لحظة الخطأ هناك مساحة أمام اللاعب، هناك مساحة أمام اللاعب، كان لديه مساحة، هناك عدد مهاجمين أصبح 3 مهاجمين على مدافع واحد، كان يجب على الحكم إشهار البطاقة الصفراء للمدافع. ولكن المدافع رقم 2 نشوف اللاعب بنجردان اتحاد بنجردان الذي اعترض بالقول والفعل واستمر الاعتراض لمدة دقيقتين، كان يجب على الحكم إشهار البطاقة الصفراء أيضا للاعب رقم 2 على الاحتجاج. آخر حالة طبعا أنت طلبت أخي هيكل هدف الترجي الأول باعتبار العديد يتساءل هل هناك لمسة يد على اللاعب حمد الهوني؟ نعم بسرعة باعتبار ياسين جاهز. بنقول بس شرط احتساب الركلة حرة مباشرة للمسة اليد هناك أن يكون هناك حركة إضافية من اليد أو تكون اليد مكبرة للجسم. بنشاهد من هذه الحالة من خلال الإعادة هلا كمان بنشوف هناك طبعا هناك لمسة يد ولكن اليد كانت في وضع طبيعي. من خلال الإعادة بنشوف من واضح جدا المدافع يركل الكرة ثم تصطدم بيد المدافع، يد المدافع قريبة وفي وضع الطبيعي في مرفق المدافع وهو ملاصق للجسم، لا وجود لأي خطأ وقرار الحكم باحتساب الهدف قرار صحيح. ولكن لو سجلها بطريقة مباشرة حمد الهوني، لو سجلها اللاعب مباشرة إذا حصل اللمس الغير مقصود داخل منطقة الجزاء أو خارج منطقة الجزاء ويسدد مباشرة في المرمى يتم إلغاء الهدف. أما أن تنتقل الكرة مسافة طويلة أو تلعب للزميل فلا يحتسب عند اللمس الغير مقصود. واضح. شكرا جزيلا كابتن تمام حمدون، كنت متميزا.